السلام عليكم. اليوم غنوجدوا هاد لي ميني بيتزا في الدار بمكونات وطريقه سهله احسن من لي باتيسري الكبارين بواحد لاباط اللي كتعطينا هاد لي ميني بيتزا. شوف غير كيفاش كيجيو صوفط ومفشفشين وهشاشين ما كيتشبعش منهم مع واحد صوص بيتزا منزليه سريعه ورائعه. تبعوا معايا. واول حاجه نبداو نوجدوا لاباط في شي بول، نعملوا كاس الحليب، نزيدوا عليه كاس الماء، معلقه كبيره السكر ومعلقه كبيره الخميره، قبيصه مزيونه الملح، ونحركوا داكشي كامل مزيان مع بعضو. نغطيو على داكشي ونخليو ديك الخميره تاكتيفا ما بين 10 حتى ل 15 دقائق. ودابا من بعد ما تاكتيفات غادي نحتاجوا شي غربال ولا شي صفاي، اي حاجه كانت متوفره، نزيدوا فيها زوج دزلايف د الطحين ونغربلوهم مزيان. ومن بعد ما زدنا الطحين نزيدوا دابا زلافه لا بالسميده، نعملوا داكشي في شي عجينه. وطبعا نقدروا نعجنوا حتى بيدنا بالنسبه للناس اللي ما كتوفرش على العجينه. ومن بعد ما كنعجنوا ديك العجينه مزيان، فاش كنقربوا نساليو كنزيدوا له واحد نص كاس الزيت ونعجنوا شويه ديك لاباط ديالنا مع ديك الزيت. وهيدا كونوا وجدنا العجينه ديالنا، نعملوا شويه زيت في يدنا، نجمعوا ديك العجينه ديالنا بهذا الشكل هذا، نحاولوا نجمعوها من التحت ونرجعوها في نفس البول، نعملوا فوق منها شويه زيت وندهنوا لاباط ديالنا مزيان بهذا الشكل هذا. ومن بعد ما دهنا لاباط نغطيوها ونخليوها تخمر ما بين 45 دقيقه حتى لساعه المكانه على حسب درجه حراره الغرفه. وفي الوقت اللي العجينه ديالنا كتخمر نوجدوا هاد لاصوص البيتزا اللي صراحه كتجي واعره بزاف، وهي اللي غادي نرافقوها مع لي ميني بيتزا اللي غادي نوجدوهم اليوم. غنحتاجوا فيها واحد 3 المطيشات يكونوا محايدين القشره، نحيدوا لهم ديك العظم اللي كيكون في الراس ونبداو نقطعوهم بهذا الشكل هذا، ونحاولوا ما امكن نقطعوهم مربعات صغارين. وطبعا نخليهم بالزريعه ديالهم كلشي، حيت في الاخر غادي نصفيهم فما محتاجينش نحيدوا لهم داكشي اللي كيكون في الوسط. كاسرونه نعملوا فيها شويه زيت، نزيدوا عليها واحد البصله تكون مقطعه، نشحروا ديك البصله شويه مزيان بحال هذا الشكل هذا. من بعد ما شحرناها نزيدوا عليها مطيشه اللي قطعنا، ومن بعد ما زدنا ديك المطيشه اللي قطعناها كامله نشحروها شويه مع ديك البصل. ونزيدوا دابا التوابل، غنحتاجوا معلقه صغيره عمره بابريكا، نص معلقه صغيره د الملح ولا الملح كيبقى حسب الرغبه. نحركوا داكشي كامل مزيان مع بعضو بهذا الشكل هذا، نخليوها يتشحر شويه. ومن بعد ما شحرناهم نزيدوا عليهم الماء، نعملوا ديك المكونات شي تحريكه خفيفه بحال هيدا، نشدوا على داكشي ونخليوها يتطبخ على خضر. هنايا غادي نوجد شويه د الفلفله خضراء وشويه د الفلفله حمراء، غادي نقطعوهم بهذا الشكل هذا باش نقرنيو بهم ديك لي ميني بيتزا ونخليوهم على جانب. وهذه هي لاصوص ديالنا من بعد ما طابت وطبخت مزيان. نعملوا لها شي تحريكه خفيفه بحال هيدا، نتاكدوا بلي ديك المكونات كامله طابت، نبردوها شي شويه ونعملوها في شي ميكسور. نقدروا نستعملوا ميكسور بحال هذا ولا ديك المولينكس اللي كنستعملوها في الدور ديالنا كاملين، كنطحنوا بها العصير، نطحنوا مزيان هاد لاصوص طوماط بهذه الطريقه هذه. ومن بعد ما طحنا لاصوص نصفيوها في شي حاجه، وحنا كنصفيو نستعملوا شي معلقه ولا اي حاجه اللي دعاونا نصفيوها مزيان حتى يبقى غير ديك الزريعه والتخت في الصفاي. وهكذا كنكونوا وجدنا صوص بيتزا منزليه ولا اروع، وتقدروا تحتفظوا بها حتى في المجمد، كتجي يا سلام ما تشبعوش منها. ودابا العجينه ديالنا غتكون خمرت، نحيدوا ديك بابي فيلم باش غطيناها، نحيدوها من ديك البول، نعملوا شويه د الطحين في بلاصه فين غنطلقوها، ننزلوا ديك العجينه ديالنا بهذا الشكل هذا، نجمعوها ونقسموها على جوج باش تجينا سهله نطلقوها. النص اخر نخليوه يرتاح، وهذا النص نبداو نطلقوها بهذا الشكل، نطلقوا شويه من جهه ونقلبوها، نطلقوها من وجه اخر حتى نطلقوها مزيان. ما خاصهاش تكون رقيقه بزاف، نخليوها بحجم 2 حتى ل 3 الملم هكذاك. وغنحتاجوا شي حاجه اللي تكون مدوره، نقدروا نستعملوا اي حاجه متوفره عندنا، ونبداو نقطعوا لاباط ديالنا بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوف. نقدروا نستعملوا كاس غامكان ولا اي حاجه مدوره باش نقطعوا اي حاجه متوفره في الدار. ومن بعد ما قطعناهم نبداو نبيكيوهم بشي فرشيط، نبيكيوهم مزيان باش ما يتنفخوش في الفران. ومن بعد ما بيكيناهم نستفوهم في شي بلاك ديال الفران، وكيف ما كتشوفوا كيجيونا بهذا الشكل هذا. ندخلوهم الفران على درجه حراره 180 ما بين 7 حتى ل 10 دقائق، ونحاولوا ما امكن نردوا بالنا معاهم حيت اذا غفلنا عليهم شويه يقدر يدوز فيهم الطياب. وهاد العجينه اللي كتبقى معنا زايده كنجمعوها ونخليوها غير حدانا، نخليوها ترتاح غير شي 10 دقائق وكنعاودوا نطلقوها كتطلق معنا عادي. وهادو هما لي ميني بيتزا ديالنا من بعد ما وجدوا، كيجيونا بهذا الشكل هذا. صراحه كيجيو واعرين بزاف، تشوف كيفاش كيجيو صوفت، كيجيو خفافين وهشاشين، خفافين في الماكله، ما كتحسش بديك كثره العجين في الماكله وانتينا كتاكل لي ميني بيتزا. فصراحه كيجيو طوب، ضروري خاصكم تجربوا. وصافي اخي ابراهيم، عرفوهم مزيونين غاجمع هاد لي ميني بيتزا ديالك. المهم هادو لي ميني بيتزا اللي وجدنا نستفوهم في شي بلاك بحال هيدا، نزيدوا عليهم ديك صوص طوماط اللي ديجا وجدناها، نزيدوا الفرomage موتزاريلا، نزيدوا الفلفله من الفوق اللي قطعنا، شويه الزيتون، نزيدوا الزعتر من الفوق. وطبعا تقدروا تقارنيو باي حاجه بغيتوها نتوما، دجاج، كفته، طون، اي حاجه كتعجبكم، وندخلهم الفران واحد 10 دقائق هيداك غادي يديو. وهيدا كنكونوا وجدنا دي ميني بيتزا في الدار اللي صراحه كيجيو روعه يا سلام، احسن ما تشريهم من على برا، اقتصاديين. ووجدناهم من احسن لزيد، وجدنا لاصوص طوماط ووجدنا لاباط اللي تقريبا هما كلشي فهادشي هذا كامل. وكنتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. صراحه ضروري خاصكم تجربوهم حيت غادي يجيو مزيونين بزاف وغادي يعجبكم بزاف. واذا عجبكم هذا الفيديو هذا ما تنساوش تبارطاجيوه مع اصحابكم، العائله ديالكم، بارطاجيوه عندكم. وطبعا ما تنساش طاغي هذاك ولا هذيك اللي كيحماقوا على هاد لي ميني بيتزا، قول لهم ها الوصفه ما بقى لكم حتى عذر. وطبعا المكونات والملاحظات غادي نخليهم لكم في اول تعليق في فيسبوك وفي صندوق الوصف الا كنتوا في يوتيوب. وفي اخر فيديو بغيت نقول واو يا سلام، ضروري خاصكم تجربوه. وطبعا ما تنساوش تفولوا ولا تابوناو باش يوصلكم ديما الجديد، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. تهلاو.